اوكي، فوكس فوكس فوكس. ثانك يو ماي فون. اسي انا مازال لحد الان عاجز باش انني ما نشريش واحد ترايبود يكون مزيان نحط عليه التليفون ديالي باش نصور باريحيه ويعاونني في الخدمه، وما نبقاش انا كل خطره ندير شي حاجه باش انني نكري الفيلم ويقدر يطيح ونخسر هذاك الفيديو كامل اللي كنسجل فيه وانا عاير على سبه. نقدر في اي لحظه يطلع لي الدم ما بقيتش ندير فيديو. اوكي، من بين الاسباب اللي كيخلوني انني ما نكملش فيديوهات ولا ما نبقاش نستمر انني ندير فيديوهات بشكل دوري هو هاد الايديتينغ. انا ما كنحملش شي حاجه سميتها الايديتينغ، كانت كتعجبني فاش كنت شحال هذا يعني curious about Photoshop, design, about video editing and things like this. But دابا حاليا ما بقيتش اخويا كنقد انني ندير شي حاجه بحال هكا، ما بقيتش قادر، بقيت ماشي بحال قلتي تساتوريت من هاد الشيء، باغي غير شي حاجه اللي نتفرج فيها ما تكون فيها لا ايديتينغ لا والو، نتفرج في فيديو اللي يكون رو خاص اوتونتيك، يعني شي حاجه مميزه، شي حاجه بسيطه. ما بقيتش حامل انني نتفرج في حوايج اللي اوفر اديتد ولا شي حاجه اللي مصايبه بحال انك تتفرج شي برنامج تلفازه ولا شي حاجه اللي فانسي هكايا بالاضواء والالوانات وهادشي طلع ليا في راسي، والاغلبيه ديال الناس طلع ليهم في راسهم. واليوم نيت كنهضر على واحد الموضوع اللي غتلقاه في العنوان، وداكشي علاش بركتي نتا على هذا العنوان هذا ودخلتي تفرج فيا، هو why people quitting social media. علاش بنادم كيخرجوا من السوشيال ميديا، علاش الناس طلعت لهم السوشيال ميديا في راسهم. واحد الدبانه غادي تمرضني انايا. علاش البشر السوشيال ميديا طلعت له في مخه، مبقاش قادر انه يستحمل هذاك الكم الهائل ديال الكونتنت اللي مزوق وماكي بزاف، واللي عامر اعلانات، واللي عامر رسائل ملغمه ورسائل ديال البروباغندا ورسائل ديال الاشهار ديال الشركات الرأسمالية الجشعة. هادشي كنقولو انايا كاين في الغرب. هاد هاد طلوع الدم ما كاينش في عندنا حنا هنا في المغرب. هنا مازال الناس مسيطرة عليهم السوشيال ميديا، ومازال بنادم عايش في وسط ديك الدوامة ديال السوشيال ميديا، خصوصا الشباب اللي ما بين 25 سنة لتحت. مازال هادوك الناس اللي فوق 25 الفوق كنظن انهم بداو كيحسوا بهاد القضيه ديال ان السوشيال ميديا ما بقاتش هي ديك السوشيال ميديا اللي بدات ديك المره في البدايات ديالها، يعني في 2000 نبداو نقولوا من 2007 لهاد الشيء. يعني الناس اللي عاصروا السوشيال ميديا في البدايات ديالها بحالنا حنا، عرفنا السوشيال ميديا بطريقه اخرى. عرفنا السوشيال ميديا هي انك تكونيكتا مع اصدقاء اللي تتعرفهم يعني في الريال، يعني في الواقع تعرفهم شخصيا، كتدخل كتشوف شنو كيحطوا شنو كيشاركوا، وهذوك الناس كتعاود تلاقى معاهم في الواقع وكتجلس معاهم وكتشيري معاهم حقيقة. دابا ما بقاش هادشي. السوشيال ميديا المبدأ ديالها اللي هو سوشيال ميديا ما بقاش، بقات غير ميديا، واللي هي في الاساس شي حاجة اللي كتباع وكتشرى، كتدخل فلوس. الشركات والمنصات والمواقع ديال هادشي ديال التواصل الاجتماعي ما سلكاتهمش القضيه ديال انه جست سوشيال ميديا، يعني تكونيكتي بيبل مع البيبل، يعني بنادم مع بنادم، ويخلقوا واحد التواصل وواحد الكونيكشن زايد على داكشي اللي كاين في الواقع. لا، شافوا انها ما مسلكاهمش وانها حاجه اللي ما فيهاش فلوس. فكروا مزيان، قالوا كيفاش غادي نخلقوا كيفاش غادي نخلقوا من هاد السوشيال ميديا، من هاد السوشيال، هاد التواصل اللي ولا كتير بزاف فلوس. قالوا اجي نبيعوا هذيك الداتا وهذوك المعلومات ديال دوك الناس المعلنين، وهذوك المعلنين غادي يربحوا هما فلوس، ومومطون غيربحوا حنا فلوس كثيره. وهادشي اللي داروا فعلا من 2008 الفوق بدات هاد القضيه هادي، وصلت
الذروة ديالها في هاد السنوات الأخيرة. وفي هاد السنة الأخيرة طبعا تنشوفوا عدد كبير ديال الناس دخلوا السوشيال ميديا. الهدف ديالهم ماشي السوشيال ميديا ديال التواصل وانهم يشاركوا المعلومات ويشاركوا الاحاسيس مع الاصدقاء ديالهم، لا، الهدف ديالهم هما يبانوا مشهورين ويربحوا فلوس. لحقاش وهموهم هاد الناس انهم قد ما خليتي بنادم مكونيكتي معاك في الكونت ديالك، قد ما خليتي فانز ديالك انجيجد، قد ما انت غادي تربح فلوس، وقد ما حنا غادي نزيدوك شهرة، وقد ما غادي نزيدوك اوثوريتي، يعني سوشيال اوثوريتي، وغادي نردوك انفلونسر، وغادي نردوك شي حاجة واعرة في المجتمع. وقد ما انت درتي افورت باش انك تبيع لنا السيرفيسز ديالنا، قد ما غتربح فلوس. بغض النظر واش انت هادشي كديرو اخلاقي ولا لا. من قبل كنا شنو كنا كنديرو؟ كنتفرجوا في فيديوهات ولا كنتابوناو للناس باش نحسوا بواحد الشعور زوين ديال ان داك السيد كنشوفوه شنو كيدير وكنتبعوه، يعني كنحسوا بواحد الشعور زوين. وهذاك الشعور زوين مزيان من المستخدم ديال المنصه، ولكن المستثمر ما كانش كيربح من هادشي حتى حاجه، مول هذاك الموقع ما كانش كيربح حتى شي حاجه. لهذا فكروا انهم يخليو هادشي يدير الماكسيموم ديال الارباح بغض النظر على اشنو غادي يوقع على دوك المستعملين. يعني who cares about consumers؟ ما كيهموهمش هما المستهلك اللي كيستهلك هذاك السوشيال ميديا، كيهمهم واش حنا غادي نربحوا من هادشي شي حاجه ولا ما غاديش نربحوا. هادشي اللي خلى البشر كيوصلوا لواحد المستويات ديال القلق عاليه جدا، مستويات ديال الاكتئاب عاليه جدا بسبب هاد القضيه، بسبب انه ولا كيتعرض لبزاف ديال المحتوى، بزاف ديال الصور، بزاف ديال الفيديوهات every day, every moment, every minute, every second اللي عندها لا علاقه بداكشي اللي باغي هو، لا علاقه بداكشي اللي كيبغي، ونفورسين عليه يشوفو، خصوصا في التقنيات الجديده ديال الريلز اللي مابقاش فيها انك كتفرج شي واحد اللي انت متبعو، لا، هما كيعرضوا عليك داكشي اللي باغينهم هما انت تشوف. يعني كيسيطروا على الفيدز ديالك، تيشوفوك اشنو كيعجبك، ماشي اشنو كيعجبك ولكن اشنو الرائج، وكيوريوه ليك. وانت كانسان اللي طبعا ممكن تمانيبيولا بكل سهوله، كتاثر وكتنساق لهذوك الترندز وهذوك الفيديوهات ودوك الاشخاص اللي انت ما عارفهمش هما كيحطوهم لك، وتتولي انت بزز منك عارفهم، كتولي انت كتشوفه صحه، كتعرف عليه صحه، وكتعرف حياته صحه، وتوخا ما عندك بيه تاع علاقه وما باغيش تعرفه، ولكن كتعرفه لحقاش السوشيال ميديا اقترحته ليك باي فورس، يعني اقترحته ليك بزز، تقول لك شوف هذا السيد راه مشهور وخاصك تفرج فيه، انت ما باغيش. لاش؟ لحقاش هذاك السيد كيجيب فلوس، لحقاش هذاك السيد تيتشاف بزاف. يعني خصنا نعطيو الماكسيموم ديال بنادم، واللي غادي دوك الناس اللي غادي يشوفوه يقدروا مثلا يتبانكاجاو معاه وغيبقاو يشوفوه اكثر، ولان هذاك السيد تيدير انترتينمنت، ولا كيدير مثلا شي فيديو اللي تيكون طابو، ولا شي فكره اللي مثيره للاهتمام، كتستفز المشاعر وكتخليك متابعين. بغض النظر واش هذيك الفكره كتغضبك نتايا، لانه ما عندهمش علاقه هما، ما عندهمش فيك غرض. اهم غرض عندهم هو واخا تكون هذيك الفيديو تيطلع لك الدم، مهم انت كتشوفه، الا طلع لك الدم ولا فرحك السيم، هذيك حاجه رباح بالنسبه لهم. هاد الشركات ديال التكنولوجيا ولا ديال السوشيال ميديا كيستعمروا كل دقيقه، كل ثانيه من حياتك، كل دقيقه كيستغلوها باش انهم يزيدوا في الغنى ديالهم، يزيدوا في الارباح ديالهم. يعني كيستغلوا الانتباه ديالك هو السلعه الاغلى، هو الموارد اللي غاليه حاليا. الانتباه ديالك، الاتنشن ديالك، كل ثانيه كتقضيها في التليفون، كل نظره في التليفون ديالك
باغينها هما، محتاجين ليها باش انهم يبيعوا لك الماكسيموم دي برودكتس، يبيعوا لك الماكسيموم دي سيرفيسز، يخلوكم اونجاجي، يستغلوا ما امكن ديال الداتا ديالك باش انهم يبيعوها للمستثمرين ويبيعوها للناس اللي كيديروا اشهار. هادشي اللي خلى السوشيال ميديا والشركات ديال السوشيال ميديا انهم يبنيو واحد الميزات، ويبنيو واحد السيستم ديال انهم يستغلوا كل حاجة بشرية فيك، كل نقطة ضعف بشرية فيك باش انك تبقى مقيد في ديك الانفينيت سكرولين. شوف، انا عندي امل كبير ان البشر غادي يفهم هاد القضيه هادي، خصوصا المغاربه. وانا باغي صراحه الناس ديالنا المغاربه انهم يفهموا ان السوشيال ميديا ما بقاتش المكان الامن للبشر، وان السوشيال ميديا ماشي هي الحياه الحقيقيه، هي جاست سوشيال ميديا. وانا عندي امل كبير ان العالم غادي يتزاد فيه الوعي ديال هذه القضيه والخطوره ديال هذه القضيه، غادي يولي واحد الحوار عام. وهذا غير مساله وقت. البشر غيخصو شويه ديال الوقت باش انه يستوعب هادشي اللي كاين. وشكرا بزاف اللي بقيتي حتى لهاد الاخر ديال هاد الفيديو هذا، اللي تيبان لي انا غير مرتجل، لحقاش انا ما بقيتش كندير سكريبت كما قلت في الاول، ما بقيتش كندير ايديتين، جاست كندير ستارت للفيديو كنبدا نهضر وكيعجبني هكا وكنرتاح فيه اكثر. ما عرفتش واش هادشي غادي I don't care واش هادشي غادي يتشاف ولا ما يتشافش، ولا هادشي غادي يوصل ولا ما يوصلش. I don't care about these things. ما كيهمونيش انا هاد الحوايج هاد. اهم حاجه هي انني كنشاطر داكشي اللي في الداخل ديالي، وباغي نشاركو مع الناس اللي بحالي والناس random people اللي كيتفرجوا في هاد الفيديو اللي ما عنده حتى شي بدايه ولا نهايه. انا واقيلا كنخلق القوانين ديال انشاء المحتوى في يوتيوب، اللي هو اصلا شكون يدير هاد القوانين، اصلا شكون يديرهم باش انهم يكونوا قوانين. هادشي على السوشيال ميديا ما بقاش السوشيال ميديا. يلا سلام. المهم انا ما غاديش نقول لك دير ابوني ولا دير جيم ولا دير شي لعبه بحال هكا، لا. شوف، خذ راحتك، تفرج، ما تفرجش، كومونتي، عاير ما تعايرش، اللي عجبك ديرو. انا هنايا كنشارك عهبي العدوي. يلا سلام.